أصحابي الحلوين، أتمنى تكونوا بخير ومبسوطين. النهاردة هنعمل مع بعض وصفة حلويات سهلة وسريعة جدا. هنعمل جلاش محشي قشطة، بجد هتاكلوا صوابعكم وراه، وبسيط جدا وأي حد مبتدئ يقدر يعمله، وطعمه في النهاية هيبهركم بجد. لازم تجربوه. هنبدأ أول حاجة بالشربات أو الشيرة. أنا محتاجاه يكون وسط، مش عاوزة الشربات تقيل قوي. أنا استخدمت للفة جلاش أو نص كيلو بقلاوة، كوبايتين من السكر، والكوب اللي أنا مستخدماه اللي هو المج اللي احنا بنشرب فيه القهوة عادي، وعليه كوباية ونص من المية زي ما انتم شايفين كده. بعد كده هقوم ضايفة نص عصرة ليمون، واقلب المكونات دي على البارد كويس جدا. يعني مش حابين ان السكر يجي على جوانب الحلة علشان ما يسكرش، ويفضل اصلا لما نيجي نقلب من الوسط كده بالراحة جدا، يدوب حاجة بسيطة. وبعد كده بنرفعه على نار تكون حرارتها عالية في البداية. اول ما يبدأ يسخن كده بنقلب شوية، وبعد كده اول ما يبدأ في الغليان بنهدي بقى لتحت الوسط، مش هادي قوي، يعني فوق الهادي بحاجة بسيطة. ولو ملاحظين لو في ريم لونه غامق شوية على الوش بنشيله. واخر حاجة بضيف الفانيليا واسيبه دقيقة او 2 واطفي النار واسيبه على جنب لحد ما يبرد، وهو ده القوام المظبوط. هيطلع معاكم معقود صح. حشوة القشطة بسيطة جدا. هنحتاج نص لتر من الحليب، ونص كوباية من السكر، ومعلقتين من السميد، سميد البسبوسة، دي بيدي قوام وطعم حلو جدا، وفانيليا، واربع معالق كبار من النشا. بضيف الحليب، السكر، النشا، المواد الجافة دي يعني بحطها مع بعض، السميد، وهنقلبهم مع بعض كده على البارد. مش هنرفعهم على النار دلوقتي علشان لازم ان النشا يدوب كويس جدا عشان ما ينحرقش على النار. بعد كده باخد الخليط الحلو ده وبقوم حاطاه على النار تكون متوسطة، وافضل استمر في التقليب. ما ينفعش نوقف ابدا، لان اي خليط فيه نشا وارد جدا ان هو يكلكع من تحت وما يكونش القوام بتاعه مظبوط، وفي الاخر هتلاقوه فيه قطع كتيرة كده. بفضل اقلب فيه لحد ما يوصل القوام ده، وبعد كده بضيف الفانيليا واقلب شويه كده دقيقه ولا حاجه، وبعد كده اطفي النار. المهم في الاخر يكون القوام غليظ زي ما انتم شايفين نوعا ما، مش غليظ قوي. بعد كده باخد الخليط ده واحطه في طبق يكون ناشف جدا ما فيهوش نقطه من الميه، واغطي بكيس علشان خاطر ما يعملش طبقه او قشره كده من فوق وتكون مكلكعه، وبسيبه على جنب يبرد. واول ما يدفى بحراره المطبخ بدخله بقى التلاجة علشان الكريمه كده او القشطه تكون متماسكه معانا لو احنا مستعجلين. انا هحتاج لفه جلاش. اللفه دي وزنها نص كيلو، 500 جرام، ولازم تشتروها تكون طازة طرية مش ناشفة، لان الحشوة اللي احنا هنعملها النهاردة محتاجة ان الجلاش يتقفل عليها كويس جدا، ما يكونش ناشف ولا يتقطع معانا. انا بجيب لفتين 2 من الجلاش، بتكون طويلة كده، وبعد كده بقسمها لاتنين، يعني اللفة الواحدة هتكون 2 زي ما انتم شايفين كده. يبقى انا معايا 2 راق من الجلاش علشان يستحمل الحشوة وما يكونش خفيف عليه. اول حاجة كده بنعملها بنسيب 5 سنتي من الطرفين، وبنبدأ نكشكش اللي في النص كده زي التعرجات، زي الجلاش اللي هو المكشكش اللي طالع اليومين دول، اكيد انتوا عارفينه يعني. بعد كده هنجيب حشوة القشطة اللي حضرناها زي ما انتم شايفين كده متماسكة جدا، وحطيتها في كيس حلواني او كيس بلاستيك علشان ابدأ ان انا احط قطع كده في المنتصف، وعلى الاطراف بحط السمنة السايحة، ويفضل تكون سمنة مش زبدة. المهم بعد ما بنحط القشطة وبنحط السمنة بجيب الطرفين اللي هو ال4 سنتي او ال5 سنتي اللي احنا سيبناهم، ونبدأ نحطهم الطرف ده على الطرف ده، وبعد كده زي ما انتم شايفين كده، يعني الفيديو شرح نفسه. بقوم ضغطة كده ما بين الفراغات اللي ما بين القشطة، ونضغط عليها من الطرفين كده زي البونبونية، والكشكشة اللي احنا عملناها دي هتظهر شكل جميل جدا جدا. والشكل ده مستوحى من شكل بقلاوة تركية بيعملوها بنفس الشكل ده، بس الحشوة بتكون مختلفة شوية. كل الكمية هعملها بنفس الطريقة زي ما انتم شايفين كده. ولفة الجلاش هتعمل لي كمية حلوة قوي، كمية كبيرة، كل واحد ياخد له واحدة كده وتنزل في البق الدوب على طول، ومش هتكتفوا بواحدة. بحطها في صينية دهنها سمنة كويس جدا من تحت، وبرصهم كده جنب بعض، يعني بحاول ان انا مخليهمش لازقين قوي علشان يطلع شكلهم حلو. واخر حاجة بحط السمنة السايحة من فوق، وبنغرقها بقى سمنة حلوة جدا، لان السمنة دي اللي هتطلعها مقرمشة وهتديها لون حلو قوي. ولو حتى في زيادة طلعت معاها بنصفيها عادي، بس ان شاء الله مش هيطلع.
بدخلها فرن يكون ساخن قبلها ب10 دقايق، بتاخد معاكم حوالي 35 دقيقة تاخد لون من تحت. بعد كده نفتح الشواية من فوق ودرجة الحرارة تكون 200، يعني درجة الحرارة 190 200، ما تكونش هادية قوي ولا عالية قوي. واول ما تخرج وهي سخنة كده بنحط عليها الشربات وهو بارد، لازم بارد. وزي ما انتم شايفين قوامه مش تقيل قوي، معقود كويس جدا. وبس كده، ده شكلها بعد ما بردت. وبجد انا ما قدرتش يعني استنى لحد ما تبرد. طعمها خرافي بجد، طعمها جميل جدا جدا فوق ما تتخيلوا. طعم كده القشطة مع يعني ورقة الجلاش طري من تحت مقرمش من فوق. انا متأكدة انكم مش هتجربوه مرة واحدة بس. اذا حبيتوا الفيديو حطوا لايك واعملوا اشتراك في القناة، واللايك بيفرق جدا في دعم الفيديو. اشوفكم على خير في فيديوهات تانية كتير. باي باي.